السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. خلاص هانت رمضان على الابواب. اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. هنعمل النهارده رقاق الفلاح الطري، من احلى الوصفات اللي ممكن تعمليها لسحور رمضان. حاجه كده بقى ريحتها مش عايزه اوصف لكم، بجد تحفه. ما شاء الله، شايفين الجمال؟ ما شاء الله، تسلم ايديهم. طبعا انا استغليت فرصة ان انا في البلد وعملت معاهم بقى الرقاق ده. طبعا هما ما شاء الله اساتذة فيه، انا لسه بتعلم. فقلت انقل لكم الوصفة، يمكن حد فيكم يحب يجربها. شايفين الجمال؟ طري جدا، وريحته بقى باللبن الرايب والسمنة، بجد تحفة. ما شاء الله على الجمال. ويعمل معاكي كمية تقدري تخزنيها في الفريزر وتطلعي منها قبل السحور. هيطلع معاكي كأنه لسه معمول حالا. يا دوب بس بيشم النار كده وبيبقى جميل جدا. طبعا احنا هنعمل كمية، انت ممكن تعملي مقدار صغير. هسيبلك مقدار الكيلو في صندوق الوصف. إيه لو حابة تجربي في كمية صغيرة. ما شاء الله، دول حوالي 5 كيلو دقيق. نزلت عليهم باللبن رايب، بيتعجن باللبن الرايب والسمنة، وده أساسي في الرقاق الفلاحي الطري. ونزلت عليهم كده بالخميرة. طبعا هنا بنستخدم خميرة الأفران مش الخميرة الفورية. هم في البلد بيستخدموا الخميرة البيرة. وفضلت تعجن كويس كده زي ما انتم شايفين، ما شاء الله. هو بياخد مجهود شوية، ولكن هم يعني يعتبر كل أسبوع لازم يعملوا الرقاق، لأنه أساسي عندهم. ونزلت هنا بعد كده السمنة، سخنتها على النار ونزلتها كده على العجين وبدأت تلم فيه. ما شاء الله، دي مرات عمي طبعا، مش انا اللي بعمل. وربنا يديها الصحة يا رب. وتفضل كده تعمل لنا الحلو كله. فضلت تلم في العجين كده زي ما انتوا شايفين لحد ما السمنة اتشربت العجين كله. وصل معاها للقوام اللي انتوا شايفينه ده. طبعا عجين وفي خميرة، يعني لازم نسيبه يرتاح ويرفع معانا. الجو طبعا دلوقتي شتاء، فهياخد معانا وقت شوية. وبعد كده هتبتدي تقرصوا بقى، او تقطعوا زي ما بتسموه يعني. انا في بلدنا بنقول عليه نقطعه، وهم عندهم بيقولوا قرصوه. بدأت تقطعها بقى الكور صغيرة زي ما انتم شايفين كده على حجم الرقاق. دي طبلية ومرشوش عليها دقيق علشان ما يلزقش في بعضه. وابتدي ترصوهم، ما شاء الله شايفين الجمال. طبعا انا حاولت اقرص على يعني معاها. طبعا ما بيطلعش بنفس الجمال اللي هي بتعمله، بس بنتعلم برضه. بيبقى كده ايديهم ميزان، يعني من غير ما توزن ولا اي حاجة، بالنظر كده. بعد ما تخلص بقى الكمية كلها، هتغطي العجين. شايفين الجمال؟ ما شاء الله، عمل معانا كمية حلوة. زي ما قلت لكم بتخزن في الفريزر وبيطلع منه على قد الاكل. هتغطيه وتسيبه بقى يرفع معاها تاني. بعد كده احنا ممكن نشكله بقى بالمكنة. وطبعا لما بيكون مفيش حد معاك يساعدك، يبقى المكنة اسهل. ولكن هو غالبا بيبقى محتاج اللمة يعني. هنا بيعملوه شكله مدور بالنشابة، وممكن يتحط في المكنة. دي مكنة العيش. مش عارفة يعني انتوا تعرفوها ولا لأ. اللي هي بتعمل المكرونة وبتعمل المخروطة والحاجات دي. ما شاء الله، بيطلع الشكل الطويل اللي انتوا شايفينه ده، وبيدخل بقى على الفرن على طول. عايزة اقول لكم، يعني من جماله ممكن يتاكل كده حاف من غير اي غموس. انا احيانا كنت بطلعه كده اسخنه واكله لوحده. من الريحة والطعم بتاعه تحفة. يتاكل معاه جبنة، يتاكل معاه عسل. اي غموس يعني موجود عندك. يبقى حلو قوي قوي في السحور. ومش تقيل بقى، الحلو فيه انه رغم انه معمول بالسمنة، ولكن طبعا كمية السمنة مش كتيرة. بيبقى خفيف جدا. هو برضو زي ما بقول لكم بيبقى محتاج اللمة. دي طبلية وقاعدين عليها كلنا. ما شاء الله، بتحطوا بقى على المطرحة وتدخلوا الفرن. وبيقب معاها وبيتنفخ، ما شاء الله بيبقى جميل جدا. واحيانا كده بعد ما نخلص بنسيب كام واحدة في الاخر، ونحط فيهم سكر. ونقفلها كده ونقفل الاطراف بتاعتها، يبقى اسمه بكون بالسكر. عندنا الولاد كلهم بيحبوه، وطبعا انا اولهم. ما شاء الله، شايفين الجمال؟ بيبقى بقى السكر بيسيح فيه كده،
وطعمه جميل جدا. طبعا الموضوع عايز يعني مش من اول مرة، يعني عايز مرة واتنين وتلاتة لحد ما آه، يبقى متمكنين فيه زيهم ما شاء الله، هما بيعملوا كل اسبوع. ربنا يديهم الصحة يا رب. طبعا تقدري تعملي بمقدار صغير، تجربي مثلا في مقدار كيلو، وهسيب لك مقدار الكيلو في صندوق الوصف. وهو عجينته سهلة جدا، ولكن بس عايز يعني آه، يعني تعمليه كذا مرة كده لحد ما ايدك تاخد فيه. شايفين الجمال؟ وكده خلص الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى ان انا اكون قدمت لكم فيديو يكون خفيف عليكم واستفدتوا ولو بمعلومة. جربوه، سهل يعني، هو سهل آه وعمايله سهلة، ولكن عايز برضو زي ما قلت لكم يكون يعني عايز لمة، لانه طبعا مين اللي هيقطع ومين اللي هيعمل بالنشابة او يحط في المكنة، ومين اللي هيقعد قدام الفرن، بيبقى عايز لمة. فما فيش احلى من كده بجد.